غيابات النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا. لويس كاسترو يستقر على السداسي الأجنبي أمام الفيحاء. تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء. السلام عليكم. إذا كنت من مشجعي ومحبي نادي النصر وللمرة الأولى تشاهد قناة كارت أخضر، فضلا ليس أمرا اشترك في القناة ليصلك كل جديد. إليكم التفاصيل. يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة نظيره الفيحاء في إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا. ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة غدا يوم الأربعاء في 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية. وكان قد تمكن أصفر الرياض من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد ليضع قدما في الدور المقبل. ووفقا لما كشفته صحيفة الرياضية السعودية، فإن فريق العالمي سوف يفتقد جهود سلطان الغنام الظهير الأيمن وراغد النجار حارس المرمى، وتتراوح فترة غيابهم ما بين أسبوعين و6 أسابيع. وتابعت الصحيفة أن الأشعة التي أجراها الغنام والنجار على موضع إصابتهما أظهر التعرض الأول إلى تمزق بسيط في العضلة الخلفية سيبعده من أسبوع إلى أسبوعين، ومعاناة الثاني من تمزق في عضلة السمانة سيغيب على إثره من 5 إلى 6 أسابيع. وأوضحت أن الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا لم يتعافى حتى الآن من إصابته العضلية، بالإضافة إلى الجناح عبد الرحمن غريب. وفي المقابل يستمر غياب الحارس نواف العقيدي بسبب الإيقاف على خلفية قضية المنتخب السعودي الأخيرة في كأس آسيا. ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن لويس كاسترو استقر على السداسي الأجنبي أمام الفيحاء، والذي شهد استبعاده للبرازيلي أندرسون تاليسكا واختيار ساديو ماني بدلا منه. وجاء السداسي الأجنبي لمباراة الفيحاء كالتالي: إميريك لابورت، عزيز بيهتش، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو. إليكم تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء. في حراسة المرمى وليد عبد الله، في قلب الدفاع عبد الإله العمري وإمريك لابورت، وفي الظهير الأيمن نواف بوشل، وفي الظهير الأيسر عزيز بيهتش، وفي خط الوسط عبد الله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش، وصانع اللعب أوتافيو، وفي الجناح الأيمن ساديو ماني، وفي الجناح الأيسر سامي النجعي، ويقود خط هجوم النصر كريستيانو رونالدو.